جاء عمر رضي الله إلى حمص وكان يطوف على البلدان بنفسه أيضا، فنزل إليهم وسألهم قبل أن يدخل على الأمير في بيته، سأل الناس: ما تقولون في أميركم؟ فقالوا له: إنه لعلى الطريق المستقيم، إلا أننا ننكر فيه أشياء. قال: وما هي؟ فأخبروه. فجاء بسعيد وجاء بهم ووعدهم وجلس على ملأ، الناس في جهة وسعيد في جهة أخرى، وسعيد في جهة أخرى. فلما جلس عمر بينهم خلا بنفسه ونظر إلى السماء مناجيا: اللهم لا تخذلني في سعيد، إني قد انتقيته وعلمته، وإني لخبرة بالرجال مدرة، أعلم كيف الرجال، اللهم لا تخذلني في سعيد. فقال الناس، قال لهم: قولوا ما يضيركم من أميركم؟ قالوا: أما أولا فهو لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فنظر إلى سعيد وقال: ما يمنعك أن تخرج إليهم باكرا؟ ما تقول يا سعيد؟ ففاجأه سعيد قال: والله ما كنت أريد أن أفصح يا أمير المؤمنين عن هذا الأمر، وإنه كان بيني وبين زوجي وبيننا وبين ربنا عز وجل. أما إني ليس لي خادم وليس لأهلي خدم، فإذا أصبحت عجنت لهم العجين ثم استأنيت عليه برهة حتى يثمر فخبزته لهم وخرجت، فهو ما يجعلني أخرج إذا تعالى النهار. حينها هش عمر وبث وسري عنه وقال: الحمد لله. يعني لم يعبث برعيته، وإنما كان لافظا لأمر دنياه.